تفاعل العاهل المغربي الملك محمد السادس بشكل إنساني وسريع مع نداء شابة مغربية كانت قد ظهرت في مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تناشد فيه المساعدة بسبب معاناتها من مرض خطير يستدعي إجراء عملية دقيقة تتمثل في زراعة الرئة خارج أرض الوطن. ووفق معطيات متطابقة، فقد أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية بالتكفل الكامل بالحالة الصحية للشابة، وضمان حصولها على الرعاية الطبية الضرورية دون أي عوائق، في إطار العناية الخاصة التي يوليها للحالات الإنسانية المستعجلة. وبناء على هذه التوجيهات، تم نقل الشابة إلى المستشفى العسكري بالرباط، حيث خضعت لفحوصات طبية دقيقة وتقييم شامل لوضعها الصحي من طرف طواقم طبية متخصصة. وينتظر أن يتم حسب التقديرات الطبية الأولية إعداد ملفها الصحي بشكل عاجل من أجل نقلها إلى أحد المراكز الطبية المتقدمة خارج المغرب لإجراء عملية زراعة الرئة، نظراً لتعقيد حالتها وحاجتها إلى تدخل جراحي عالي الدقة. كما نفت مصادر مطلعة بشكل قاطع الأخبار التي تم تداولها على بعض المنصات الرقمية حول وفاتها، مؤكدة أنها ما تزال على قيد الحياة وتتلقى العلاجات اللازمة تحت إشراف طبي مستمر، وأن وضعها الصحي يخضع لمراقبة دقيقة ومستمرة من قبل فرق متعددة التخصصات. وأوضحت المصادر ذاتها أن التوجيهات الملكية شملت أيضاً التكفل الشامل بجميع مصاريف العلاج، سواء داخل المغرب أو خلال مرحلة العلاج بالخارج، بما في ذلك العملية الجراحية وما بعدها من متابعة طبية، في خطوة لقيت تفاعلاً واسعاً وإشادة كبيرة من طرف الرأي العام، الذي اعتبرها رسالة دعم قوية تعيد الأمل للمريضة وأسرتها. وكانت قصة الشابة قد أثارت موجة تعاطف كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر تظهر فيه وهي تطلب المساعدة بشكل عاجل بسبب تدهور حالتها الصحية وحاجتها الملحة لعملية زراعة رئة لإنقاذ حياتها.